خلاصة القول يا أبنائي، والله ليس معنا إلا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونصحح قاعدة بياناتنا عن الله. وأختم بهذا السؤال وهو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. إذا اقتنعت بكفاية الله لك، كل من دون الله لا يهز لك شعرا. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن إخواننا في غزة عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا.